السحر هو إفساد العقول، التفريق بين الأزواج، تضليل الناس، إفساد يعني ذهاب حتى العقل. رأيت أني أدرس متوسط ولكن ما أكمل الدراسة، إن شاء الله تكملينها. هذه الدنيا فتعلمي منها. للسال ولا ما سلمى. علاج سحر تشويه الجمال يا شيخ. تشويه الجمال لا علاج له. إن كان هناك جني بالداخل فإنه هو الذي يشوه الجمال ليبعد الخطاب. ما تفسير الكلب بوجه إنسان ملتحي؟ هذا من الجن العاشق. الكلب من الجن العاشق، والقط من الجن العاشق، والأفعى من خادم السحر. ليش مش موجود على الأجانب بس فقط عند العرب؟ عند العرب لأننا نحن مؤمنون، لأننا مؤمنون. هو كافر ما يفعل به، ما يفعل به. هم وقودهم النار. والتمساح كذلك. أنا قلت لكم جميع آكلات اللحوم، أما ما تأكل العشب فهي جيدة. ولنبلونكم بالخير والشر فتنة. ابتلاء عن ماذا؟ ابتلاء. نعم هناك مسلمين أجانب يوجد. نعم هم كذلك تصيبهم البلية. أفحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من هذه الفتن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين يصبرون على ما أصابهم من الابتلاء في الدنيا فينجون في الدنيا والآخرة. الأسد النائم في المنام هو معك نائم في الرحم. لينا هو نائم في الرحم. يا عزين دعني، يا عزين فقط، يا عزين قني. وعليكم السلام وبركاته. إسلام دعني. والله يخليك. دعني من هذا السؤال الزهري، لا أريد هذا السؤال. يعني فالناس الله يخليك عزين. خلي بعد رمضان نتكلم لك مشروع الزهري. سأبين هل المسكون يكون مكتئب؟ نعم، الاكتئاب، حب الظلمة، البكاء، القلق، يعني عنده كلش. جميع هموم الدنيا تصاب على هذا الشخص الذي ابتلاه المولى سبحانه وتعالى. فهمتوا؟ إنسان زهري. قلت لكم بعد رمضان سأتكلم عن الزهري. دعني من الزهري الآن يا أخي، دعني من الزهري. ديري الرحمة عشان نجاوبك. جي الخجلة إن شاء الله بعد رمضان. حلمت